يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هنعمل مع بعض النهارده مكرونه المحلات اللي قلبة الدنيا، مكرونه الانستجام. اول حاجه انا سبت الميه تغلي على النار ونزلت عليها مكرونه الاسباجيتي ومكرونه المرمريه صغيره جدا، وهسيبها تغلي غلوتين وهطفي عليها وتكمل سواها في الميه المغليه والنار مطفيه. انا بحب اخلي المكرونه تندق كده شويه وبحط عليها شويه ملح ومش بحط عليها زيت. هنا كنت بوريكم الماتشنج اللي عاملاه مع الاسباتيولا والاكلادور، اتفاجئت والله اللي هما الاتنين نفس اللون، عشان تعرفوا ان انا في كل حاجه منظمه وبحب ان انا انسق الالوان مع بعض. المهم هجيب بصلايه هقطعها كده جوانح وهبتدي ان انا افرطها كده من بعض. وهنا ما يشرطش طريقة تقطيع البصل، قطعيه اي حاجة مش مهم، احنا كده كده هنفرمه في الاخر. جبت الطاسة وحطيت فيها شوية زيت كده حلوين ونزلت عليها بالبصل. هحمر البصل، هخليه كده شبه تقلية الكشري. عارفين تقلية الكشري بتبقى عاملة ازاي؟ الورد بتاع الكشري انا عايزاه برضو نفس اللون. هو خلاص اتحمر معانا، انا مش عارفة المقطع بجد فين بس هوريكم اللون بتاعه. جبت بقى نفس الزيت بتاع البصل، حطيت فيه معلقة من السكر وهبتدي ان انا اكرمله. شايفين اللي هو اتكرمل ازاي؟ وبعد ما يتكرمل هنزل عليه بفصين توم مفرومين وهبتدي ان انا اشوحهم. واول ما التوم يطلع الريحة بتاعته وتنزل الزيوت هبدأ انزل عليهم بمعلقتين كبار من الصلصة. انا كان عندي صلصة متسبكة وحطها في الفريزر، يدوب سيحتها وحطيتها على التوم. كنت متبلة الطماطم بملح وفلفل وكمون وبهارات وبابريكا علشان تديها لون حمار حلو. كنت حاطه عليها الملح وكل حاجه وكانت زايده معايا وحطيتها في الفريزر. حطيت بقى معلقتين كبار كده على التوم وانزل عليها بعصير الطماطم. بجد كانت طعمها خطير. لو وصلت بقى معايا للمرحله دي ما تنسينيش باللايك والاشتراك وكومنت حلو منك، اللي هو يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر واعرف ان الفيديو عجبك. واكتبي لي الوصفات اللي انت عايزاني اجربها، وعايزاكم بقى تشجعوني كده لان انتوا مقصرين معايا قوي الصراحه يعني ومزعليني. حاولوا بقى ان انتوا تفرحوني باللايك والاشتراك وشير لاصحابكم علشان كلهم يشوفوا القناه بتاعتي. ابتديت بقى انزل عليها بعصير الطماطم وهسيبها بقى تستبك وهظبط الطعم بتاعها، الحدق بتاعها. هي اصلا كانت عليها كل البهارات وكانت مظبوطه، بس حطيت عليها شويه ملح. وده بقى البصل بعد ما حمرته سبته يبرد وينشف، ابتديت بقى ان انا احطه في الكبه علشان يتفرم بالشكل ده وانزل عليه بالصلصه. بجد خطير، طلع حلو جدا وفعلا طعمها زي مكرونه الانسجام اللي بتاكليها من بره، بس دي احلى وانضف. سيبوكم من البوتاجاز محدش ركز معاه، انا طبعا هنضفه وهظبطه بعد ما خلصت الاكله وكده، علشان طبعا انتوا عارفين ان الصلصه والحاجات دي بتطرطش كده شويه زيت كده حلوين على الحاجات. بس انا ظبطت الدنيا بعد ما خلصت وشوحت على الجريل شويه بانيه بس كده، وتكون الصلصه كده خلصت. حبيت ان انا احط لها بس شويه ملح علشان كانت محتاجه ملح. وخلاص كده الوصفه خلصت، وبجد كانت طعمها حلو قوي. جربوها يعني، جربوها مره مش هتخسروا. حاولوا كده كل فتره تجربوا وصفات جديده، مش هتخسروا حاجه. ده الباب التجربه يعني، الباب المعرفه، عشان تبقوا عارفين ان الاكله دي طعمها ايه وتبقوا يكفيكوا شرف المحاوله يعني. والدنيا تجارب، وانتوا عارفين طول ما احنا عايشين على وش الدنيا هنفضل نتعلم ونجرب حاجات وبس كده. ودي تكون وصفتنا النهارده. مستنيه رايكم واللايك بتاعكم الجميل وكومنت حلو منكم يفرحني. باي باي.